السلام عليكم. رجعنا واخيرا رجعنا للفيديوهات عاوتاني. غبرنا بزاف صراحه. اول حاجه انا هو ماروكي فلوغ اللي باقي عاقل ليه، معرفتش واش بقيتو عاقلين عليه ولا لا. فاش كنا كنديروا الفيديوهات يا مات بورشيماو يا مات اللايفات يا مات الوباء وبزاف ديال الحوايج اللي دازت علينا بزاف، خصوصا على الجاليه المغربيه. والحمد لله دزنا داك المرحله وفتناها. حنا الان في مرحله جديده. نسينا داك الشيء اللي داز وكنفكروا في الامام، وديما الواحد يفكر في المستقبل. والحمد لله على اي حال. في اخر المطاف غادي نقولوا الحمد لله. المهم في هذا الفيديو هذا، اول حاجه بعدا كان قبل ما نقولوا اش غنديروا في هذا الفيديو هذايا، راه كيف ما عارفين حنا مقبلين على الصيف. وفاش كنسمعوا الصيف حنا مقبلين على واحد الرحله فين لهاديك المغرب، البلد الحبيب ديالنا اللي واخا ما عرفتش فين نمشيو كتبقى بلادنا هي بلادنا، وكيبقى المغرب هو مغربنا وزوين. وراه الحمد لله كل مره وفي كل عام كنشوفوا تطور في البلاد ديالنا، والمغرب ديالنا راه فيه الخير اللي كاين في بلادنا راه ما كاينش هنا. وهاد الجمله اللي قلت راه يعرفوها غير الناس اللي مغربين واللي كيخرجوا من بلادهم. اذا كيف ما قلت لكم، من هنا لواحد 3 اسابيع ان شاء الله عندي الرحله ان شاء الله للمغرب. يعني ما يمكنش ندير رحله للمغرب وفي السياره وما غاديش ندير لكم عليها فيديو. يعني ضروري ندير فيديو كيف ما درت العام اللي داز، الصيف اللي داز درت لكم فيديو كان مقسم لجوج مراحل. يعني جوج ديال لي بارشي، درت البارشي واحد والبارشي جوج في الفيديو، حيت كل ما كانت الرحله طويله راه حتى الفيديو غادي يكون طويل. وداكشي علاش من الاحسن يكونوا جوج فيديوهات باش يكون داكشي مشروح مزيان وتكون بزاف ديال التفاصيل. وهاد الفيديوهات انا كنديرهم الا وباش يعطيو واحد المعلومه. يعني انت ولا انت اللي كتفرجوا دابا، الشخص اللي كتفرج فيا يخرج من الفيديو بواحد المعلومه. وهاد الفيديوهات اللي غندير في اطار باش الناس يعرفوا شحال ممكن التكلفه تطلع، الطريق اللي نشدو، المسارات اللي ممكن تطلع رخيصه علينا، الباطو يعني واش تشدو من الخزيرات واش تشدو من سبته. المهم هادشي كامل غتشوفوه معانا. بالنسبه للبنزين يعني شحال تقد الطوموبيل تاكل لينا ديال المازوت، البلايص اللي نقدروا نخلصوا فيهم طريق يعني لوطوروش، البلايص يعني كلشي تشوفوه معنا ان شاء الله. وكيف ما عارفين هذا العام راه مبدلين بزاف د الحوايج. يعني الاسمنه ديال البنزين حاليا انا كنهضر معاكم راه يعني الثمن ديالهم طيح مقارنه بالعام اللي فات. انا بالنسبه لي حاليا في فرنسا داير باورو 65. العام اللي داز كنت درت البلان وهو داير بجوج اورو 10 وجوج اورو 20. يعني راه كاينه ديفيرونس، يعني ممكن ينقص التكلفه ديال الرحله. هادشي كامل غادي تشوفوه معنا ان شاء الله. واخا هو ما غاديش نعيدو في المغرب لظروف خاصه. انا حاليا هنا في فرنسا كندير بعض الدراسات وكندير دي زيتود بحال هكا هنايا. داكشي علاش غبرت، داكشي علاش ما بقيتش كندير فيديوهات. وهادشي نيت اللي غادي يخلينا اننا ما ندوزوش العيد مع العائله ديالنا. يعني قدر الله ما شاء فعل، ماشي مشكل. المهم هو اننا نمشيو من بعد وندوزو الصيف ديالنا في المغرب. اما باش ندوزو هنا ونفكر انني ندوزو هنا راه ما كطيحش على البال. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا اول حاجه الرحلات الجويه، الاثمنه ديالها. يعني بالنسبه للناس اللي بغا يمشيو في الرحلات الجويه، وكاينين الناس اللي كيمشيو في رحلات بحريه وكيصيفطوا الابناء ديالهم والعائله ديالهم مثلا في الطياره. يعني ما يقدوش على داك الطريق المسافه الطويله يضربوها. يعني كتلقى الاب هو كيسوق كيمشي كيدي الطوموبيل والابناء ديالو راه كيمشيو في الطياره. هادشي علاش درت هاد الفيديو هذا باش نشوفوا الرحلات الجويه شحال دايره. حنا اليوم في يعني يوم 18 شهر 6. نشوفوا شحال دايرين الرحلات. اكثريه الناس غادي يسافروا قبل العيد بايام، يعني العيد باقا ليه تقريبا واحد 10 ايام. وكاين اللي ما الظروف خاصه غادي يمشي حتى لورا العيد. المهم هادشي كامل غتشوفوه معايا في الحاسوب.
ومن بعد قد يجي فيديو على الرحلات البحرية من فرنسا، من يعني من اسبانيا وحتى من ايطاليا، تشوفوا الاشمنه شحال دايره. وهذا الشيء ممكن ندير هذا الفيديو هذا الا خليتو في التعاليق، بغينا فيديو على الرحلات البحريه شحال دايره حتى هي. المهم سمحوا لي على هذا الغياب هذا طويل 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 بزاف، وخلينا ندوزو للحاسوب باش نشوفوا كاع هاد لي ديتاي والاشمنه شحال دايره. بقاو معنا. المهم اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله هي بالنسبه للناس اللي في اسبانيا، بالنسبه للجاليه اللي في اسبانيا، وتحياتي لكم. غندوز جاليه بجاليه، الجاليه الاسبانيه، الجاليه المغربيه في اسبانيا، في فرنسا، في ايطاليا وبلجيكا. و حيت فيديو غيجي طويل، غنديرو هولندا، غنديرو كاع البلايص. حنا غنديرو مختصر، ومن بعد الا كانوا مازال بغيتو، يعني الا شفت بزاف طلبات مثلا الناس بغاو من ايطاليا، غنعاد ندير فيديو بالنسبه لايطاليا وهي غادا بحال هكا. المهم غنديرو المختصر المفيد باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف. ندوزو الحاسوب كيف ما قلنا. غنبداو ان شاء الله. اذا كيف ما كتشوفوا امام الاعين ديالكم كيف ما كيبان لكم، غنبداو باسبانيا كيف ما كتشوفونا. و على فكره غادي ندير غير راينير، يعني ما غنديرش الخطوط الملكيه او العربيه او لا. يعني راكم عارفين الشركات الاخرى كتكون شويه غاليه، وانا المستند الرسمي ديالي الاول يعني في الرحلات هو راينير. انا راه نقول لكم هذا العام هبطت شي 2 مرات للمغرب، كطلع لي الرحله غير ب 60 اورو، الا غلاش تطلع لي ب 100 اورو الي روتور، يعني ذهاب واياب كطلع لي بهذا الثمن هذا. داكشي علاش كندور وكنرجع نختار راينير. داكشي علاش ندير لكم فيديو على راينير، حيت اكثريه الناس غيبغيو رحلات باشمنه مناسبه. يعني بين قوسين وصافي باش نقولوا علاش اختارينا راينير، باش ميجيش واحد يقول لك علاش راينير. وهذا وما كاين لا اشاره لا والو، فيديو سبونطاني كنعطيو فيه الافاده. يعني كيف ما كتشوفوا بي دوريجين اسبان. غادي نختاروا على سبيل المثال، كاين بزاف الناس يعني في برشلونه، نديرو برشلونه. فين غادي نمشيو؟ المغرب كاينه فاس، مراكش، الناظور، ورزازات. نشوفوا مراكش. بالنسبه لكازا راه ما كايناش كازا، يعني كازا ما داخلش فيها راينير. يعني كازا كديرها غير العربيه وكديرها الخطوط الملكيه. يعني بالنسبه للناس اللي بغاو الدار البيضاء بالضبط راه ما يفكروش في راينير. وانا واخا كاع انا براسي ساكن في مدينه الدار البيضاء، كنهبط في الرباط ولا في مراكش ولا هذا، يعني كاين واحد الساعتين ديال الطريق، فهمتي؟ يعني باش تاخذ المركوب وما كيكونش غالي. الاهم هو الفول اللي كيكون شويه غالي. راه كنلقاو ليه الحل، نمشيو لمراكش ولا فاس ولا هذا. اذا غنشوفوا مراكش هنايا. لاضاش كيف ما قلت لكم غنشوفوا. بالنسبه للناس اللي غيمشيو قبل، يعني هنا غادي تكون غاليه بطبيعه الحال، غادي تكون غاليه. حنا اليوم في 18 كيف ما كتشوفوا. غنديروا مثلا على سبيل المثال نهار 22. غادي نديرو غير الي سامبل، يعني باش نشوفوا غير رحلات الذهاب. ديك الساعه الاياب راه هذاك خصو فيديو اخر عاوتاني. اديولش واحد. اوكي شوفوا، يعني كما كتشوفوا معنا الاشمنه طالعه. واخا راينير، يعني واخا راينير راه اشمنه طالعه. ما نمشيش لشركات اخرى تلقى اشمنه كتر وكتر. يعني كاينه 300 اورو، 222، 300، 214. هادي ما عرفتش كتجي نهار العيد، حيت العيد ما بين 28 و 29 اللي كيقولوا. نهار 29 167 اورو. يعني ورا العيد اشمنه يعني عاد طيح 194، 157. نهار 4 في شهر 10 100. بالنسبه للناس اللي بغاو يسافروا ورا العيد، يعني غادي يمشيو في مثلا في، يعني غيدو السياره ديالهم والابناء ديالهم مثلا يمشيو في الطياره.
كاينه 168 123 100 125. يعني الثمن كيلعب ما بين 100 و 200 كما كتشوفوا. نديرو حتى الاول شهر 8 حيت كاين الناس اللي كيهبطوا في الاول شهر 8. 92 91 هذه حاجه عاديه حيت قطعتي. يعني كتقطع من دابا لاخر شهر 7 راه كتكون الثمن شويه طايح. شهر 8 كما كتشوفوا يعني 86 اللي بغى يهبط نهار 8 مثلا. 91 78 106. يعني صافي ما نفوتوش هاد الحد هذا كاع. الا بغيتو كاع الثمن رخيص راه 57 اورو بالنسبه للناس اللي خدامين وهذا وعندهم غير واحد اسبوعين ولا 3 الاسابيع يمشي مثلا في نص شهر 8. هادو هما الاشمنه اللي كاينين. نرجعوا ونبدلوا نديرو مثلا غادي نمشيو الفاس معروف علاش هي كتكون رخيصه. نديرو من هنايا رخيصه في الايام العاديه، اما في الايام ديال دابا راه غاليه. 270 264 107 بحال هادي شويه يعني مقارنه باللي شفنا قبل مزيان. يعني هذا تكون ورا العيد بنهار ولا يومين تقريبا. 96 95 يعني هاد لالين ديال فاس راه الثمن ديالو كيكون قل. يعني راه انا براسي انا كنكتشف معكم وكنشوف الاشمينه في نفس الوقت انا كنكتشف معكم. 96 95 يعني راه كيف ما شفتوا واحد يهبط في شهر 7 واختار من بارسلون المراكش راه تقد تكون زايده واحد مثلا عنده واحد 3 الابناء ولا شنو راه زايده عليه واحد 150 اورو ولا 200 اورو فهمت. يعني الرحله نديرها 95 تما دايره ب 200 يعني تقد تلقى راسك زيد عليك 300 اورو. يعني هنا فين كتكون الافاده فاش الواحد يعرف. بحال هادي 76 شفناها هنا ها هي 65 نهار 21 في الشهر. يعني هنا الرحلات رخيصه بالنسبه 47 اورو يعني ثمن مناسب. يعني الله يهبط مثلا في الاخر شهر 7 80 95 82 63 هادي في الاول. يعني انا كنوريكم الاشمنه حتى ديك الاوائل شهر 8 صافي ونحبس. 48 38 لما شاء الله يهبط كما قلت لكم 3 الاسابيع ولا هذا هي 38 اورو مزيانه. ولا كنتقطعها من دابا يعني من هذا النهار كنهضر معاك نهار 18 في شهر 6. ها هي هنا 29 اورو مثلا. تما كنا شناها يعني ما خلش شناها اش من 70 80 اورو. هنا شحال كتشوفها غير ب 29 اورو تقد تهبط للمغرب. يعني 29 33 26 اشمينه مزيانه بزاف. نبدلوا الان لالين. شفنا الناس ديال برشلونه نشوفوا الان الناس ديال على سبيل المثال نشوفوا اليكانتي شي كتكون فيها اشمينه مزيانه. كنقلب كتكون فيها اشمينه مزيانه. نشوفوا اليكانتي فاس 195. راكم عارفين هاد الوقت هذا راه الثمن طالع على كلشي. ها نتوما بحال دابا هاد الثمن راه مزيان 87 اورو نهار 28. يعني ما عرفتش العائله ديالك تعيد في الصباح وانت تجي العشيه تضرب معاهم القطيفات فهمتوني. يعني 28 قد يجي نهار ديال العيد. الله يدخل علينا كاملين بالصحه والسلامه وعليكم اجمعين. 87 اورو نهار واحد في الشهر 65 اورو. يعني انا عارف ان اليكانتي كيكون واحد لالين اللي رخيص كتكون فيه اشمنه مزيانه. 72 اورو 45 اورو شي حاجه اللي مزيانه. ممكن كاع واحد مثلا جاي من فرنسا
غادي في لالين ديالو باش يدوز من الخوزيرات ولا غادي يدوز من السبته، وكتكون شويه العرقله تما وكتبقى تسنى، وهذا الابناء ديالو ما يقدوش يصبروا. يقد مثلا ديز من اليكانتي، هو دايره بحال شي تحويصه، بحال داير فاكونس نفس الوقت غادي 45 اورو، حيت الابناء ديالو تما يطلعوا يهبطوا في يعني شي حاجه مزيانه. 45 اورو، 47 اورو، 41 اورو. هذا كل ما زدنا غنشوفوا فيه اشمنه رخاص. 32 يعني هذا راه مبكر، يعني في وقت اللي مزيان واحد بغى يهبط يريح شهر ولا شنو. 32 اورو في الاول شهر 7، نهار 12، نهار 15 38 اورو. يعني انا كنعطيكم غير مسارات، نشوفوا من بعد تمشيو تشبحتوا كثر اش قلبوا في هاد الليلين هادو اللي كنوريكم. 35 40. الا زدنا شويه للامام، الناس اللي غيمشيو في الاول 8 مثلا 30 18 اورو، يعني شي حاجه اللي رخيصه بزاف. قطع لك رحله رخيصه 18 اورو وتقطع الروشور مده، راه تلقى راسك حاط غير 61 اورو ما بين الي روشور. شي حاجه مزيانه. 30 اورو 25 اورو. على الذكر هاد الاشمنه اللي كنقول راه بلا باكاج، يعني الا بغيتي الباكاج راه كتزيد. الباكاج كيدير واحد 25 27 اورو. الا بغيتي 20 كيلو كنت كتقطعها حتى بكري في الاول، اما الا خليتها حتى من بعد تقطعها راه كتقطعها بثمن ديال 50 اورو 20 كيلو، حيت انا كنمشي معاهم، يعني عندنا شويه المعلومات. وبالنسبه ل 10 كيلو كتكون واقيلا بديك 18 اورو بحال هكاك، يعني هادشي اللي قطعتي في الاول، ومن بعد كترجع ب 25 اورو. الا كنت غتقطعها مثلا السيمانه قبل اولا من بعد ما قطعتي الفول وبغيتي تقطعها، راه كتزاد في الثمن. 17 اورو 18 اورو. اشمينه مزيانه مناسبه، يعني بحال غادي في شي كار من مدينه لمدينه. ولا 18 اورو. المهم حنا كنهضروا حتى النص شهر 8. من بعد نص شهر 8 راه ما بقاش صافي، راه كتبدا تخرج الصيف. غادي نشوفوا الان اليكانتي مراكش كاين حتى تطوان. كاين الناس بزاف نديرو تطوان حيت كاين الناس بزاف عاوتاني صحاب الشمال. تحياتي الناس ديال الشمال. نشوفوا الفيديو الصراحه كنشوف فيه غادي يجي طويل. المهم الا شفتو طويل بزاف نقد نقسمو، ندير فيه غير هاد لابارتي الاولى على حساب من الرحلات من اسبانيا، ومن بعد تكون الرحلات من فرنسا. حيت راه طويل بزاف غادي يجي. 261 113. بالنسبه لشي واحد بغى يجي قبل بغى يدوز العيد في المغرب راه 113 اورو. 61 اورو يعني يوم ورا العيد مثلا، اولا تجي نهار العيد 61 اورو. 71 اورو الاول ديال الشهر. 116 75. شحال 69 60 اورو. يعني اثمنه يعني في المتناول مزيانه. يعني الا مشينا قلبنا في شركات اخرى تقد تلقى 300 اورو 400 في هاد المده نيت تقد تلقاها. يعني راه كل ما ربحتي كثر كل ما مزيان، كل ما طيحتي التكلفه ديال الرحله ديالك هذيك الفلوس غتستغلها في المغرب، تخرج بها تسافر بها، فهمتي. يعني حنا كنقلبوا على الماكسيموم ديال اننا طلع لنا شي تكلفه رخيصه. 45 اورو نهار 17 مزيان. 58 57. يعني اقل بلاصه شفنا فيها الرخا هي ما بين اليكانتي وفاس. 45 48. في الاول 48 38 كتبدا طيح. اجي نشوفوا دابا مراكش الا باش ديرها باساج وديز راه الحراره كتكون فيها، ولكن حتى هي زوينه بالنسبه للناس اللي كيمشيو للجبال وهذا. اش قلت لكم المغرب زوين وغيبقى ديما زوين واحسن بلاد، واخا ما عرفتش فين نمشيو راه المغرب بلادنا زوين فيه ميتشاف تا هو. 200 اورو 128 في هاد الايام ديال العيد. 69 حيت راه الطيارات هاد الشركات عارفين اش كيديروا وكيستغلوا داك المده ديال الاعياد وهذا كيطلعوا فيها الثمن. 75 اورو 82 82. 82 83. يعني الاثمنه كتلعب ما بين 50 و 100 اورو.
في هاد المدة هادي 59 في النص ديال الشهر، 59 64 62 وحنا غاديين هنايا 56 70 يعني بلا ما نكملو يعني في هاد الأثمنة هادو. الآن غادي نشوفو مدريد اولا غنشوفو سيفيا حتى هي كتكون فيها أثمنة مزيانة. شوفو سيفيا 162 167 يعني بحكم المسافة اللي كاينة راه كيكون الثمن شوية طايح. 136 121 83 85 يعني ما كاينش شي فرق يعني أثمنة بحال تقريبا. 118 يعني ارخص حاجه شد دابا هي اليكانتي فاس، يعني هذا هو ارخص لاني اللي كاين اللي بغيتو تقلبوا فيه مزيان. وهذا 47 اورو يعني عاد بدات رخاص من اواخر ديال 7 والاول 8 56 83 47 45 هنا بدات رخاص. نشوفو مدريد دابا هنا مراكش. كاين الناس اللي مثلا مهتمين بالرباط، نشوفو الرباط مثلا بغا يهبط لكازا بغا يمشي لقنيطرة شي بلاصة قريبة نشوفو الرباط. شوازيغ دات نديرو من 25 147 110 109 90 78 90 67 63 شمينا مزيان يعني اللي بغا يهبط يكون قريب يهبط النواحي ديال كازا وهادشي هذا. 46 37 20 انا غابدا الثمن يطيح. يعني انا براسي انا كون ما زعما كون ما كنتش ندير الطوموبيل نمشي في هذه طلع لك رخيص يعني الي روتور الا عرفتي تقطع راه تقطع الي روتور ب 100 اور يعني مزيانه. في الطوموبيل راه ديك العام طلعت لي الي روتور بواحد 1000 اور يعني راه في 10 المرات. ولكن الطوموبيل راك عارفين كتبغيو تخرجوا كتبغيو ديبلاسا وتسافروا بها في المغرب هذا حتى هي عندها افونتاج ديالها. الا جيتي تشري طوموبيل في المغرب وعارفين الكرا في المغرب ديال السيارات كيطلع واحد الطلعه صاروخيه فاش كتجي الجاليه المغربيه كتهبط للمغرب راه كيطلعوا الاثمنه بزاف. وتا باش تلقاها راه صعيب تلقاها يعني بلا ما نشوفوا حنا الثمن. شفنا سيفيا الرباط. نشوفوا طنجة حتى هي مثلا اللي بغى يهبط لطنجة ويشد من بعد تي جي في انا راك تقطعت واحد المره غير ب 89 درهم يعني كتقطعو اونلاين. الا قطعتيه بكري راه ب 90 درهم تقدر تقطع من طنجة لكازا. ثمن مزيان تهبط في كازا تهبط في قنيطرة تهبط فين ما بغيتي. المهم لالين كيسالي في كازا 81 اورو مزيانه. 52 72 بحال مثلا الا بغى الواحد يعني يوصل مثلا غير في واحد 50 دقيقه صافي يوصل لدارو هذا فهمتي يهبط للمدينه ديالو. حيت راه عارفين ان المركوب ديال الباطو كيدير 35 اورو وزيد عليها مثلا واحد 20 اورو ديال المركوب وهذا طلع لك بواحد 50 اورو كيفما كنشوفو هنا. غير هي غدير فيها مده اكثر هادي في 50 دقيقه يعني كاين الناس اللي مهتمين بهاد القضيه هادي يعني ما يبقاش هاز حاط 63 اورو 49 اورو 52 بحال هادي 155 ما قدش ننصحكم بها فهمتي يعني تمشيو في باطو طلع لكم ارخص ما بين سيفيا وطنجة. 30 اورو 15 اورو هادي ننصحكم بها مثلا واحد بغا يهبط 15 اورو الا كنت غتمشي في باطو غتعلك 35 والمركوب واحد 20 اورو راه وليتي نقولوا حنا غير 50 اورو ناقص عليك 35 اورو
ما بين الي وروجور تلقى راسك ناقص عليك واحد 70 اورو 80 اورو، كنضرب عليه واحد 1000 درهم، يعني راه تستغلها 15 30 48 39 61 مليون. المهم نتوما تقلبوا وتختاروا النهار اللي فيه الثمن مزيان. وهذا كيبان لي على انني وصلت 18 دقيقه تقريبا. غادي نحبس بالنسبه الرحلات من اسبانيا للمغرب في يعني جوا، يعني الرحلات الجويه نكتفيو بهذا القدر هذا. الا شفت الفيديو عجبكم وكان فيه التفاعل، يعني خليو اللايكاج ديالكم باش الفيديو يطلع بزاف الناس ويستافدوا بزاف الناس. وفاش غنشوف التفاعل يعني مزيان والناس كيطلبوا على يعني فيديو اخر فيه مثلا رحلات من ايطاليا ولا من فرنسا، راه غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو اخر عليه في هاد الايام هادي. المهم هاد الايام هادي انا غادي نبقى معكم في تواصل ان شاء الله عبر القناه اللي ما بقيتش كنلوح فيها بزاف. كنت لحت فيها غير اخر مره فاش هبطت المغرب، فاش يعني الصيف اللي داز. وراه بالمناسبه الاب ديالي غادي يجي، يعني ضروري الاب ديالي غادي يكون حاضر معي في الفيديوهات تا هو باش يعطي الكلمه ديالو وكيجي وكيونسنا في الطريق. وهذا يونسك في يعني في السوقان بس السوق نشاط الطريق كامله كتكون شويه صعيبه. هادشي كامل غتشوفوه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. وتبارك الله عليكم، ورحله سعيده وجميله ودوزوها بخير مع العائله ديالكم. لكاع الناس اللي كتفرجوا فيا وكاع الجاليه المغربيه، وتحياتي الكبيره من خالص القلب ليكم لكاع الجاليه المغربيه وكاع الناس اللي كتفرجوا فيا. وتبارك الله عليكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي. كان معكم مروكي فلوق، نشوفكم في الفيديو القادم. تبارك الله عليكم.